السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. شكرا لكم بزاف الناس اللي سولوا فيا، الله يسول فيكم من خير. مجرد ظروف عادية، التزامات كما كاع كتعرفوا. القناة خاصها شوية د الوقت وانا كنت واحد الفترة مشغولة، وهنا رجعت لكم بهاد البيتزا. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن وهاد البيتزا تنال الاعجاب ديالكم. غادي نحتاجو جوج زلايف كبار ديال الطحين ديال الفرص. من الاحسن الا كان الطحين ديال الفرص حرج كتجي البيتزا به احسن. غادي نحتاجو شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، واحد جوج معالق كبار ديال خميره الخبز ولكن ما عامرينش يكونوا ممسوحين، نص كاس ديال الزيت البلديه، معلقه صغيره ديال العسل، وهذا هو المكون الاساسي في هذا البيتزا. غادي نعجنوها بالماء دافي تماما بحال عجينه الخبز. غادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه ونمشيو نوجدوا الحشوه. انا عندي هنايا الشامبينيون وعندي القرعه، الا كان الشامبينيون متوفر كان احسن، ما كانش غادي نكتفيو غير بالقرعه، وممكن نستعملوا هنايا حتى الباذنجان. غير ملي نقطعوها ما نقطعوهاش رقيقه لان دغيا كتهبط مع الحراره وما كتبقاش باينه لنا في البيتزا، مازال غادي تبعها الطياب. يعني غادي نقطعوها واحد الدوائر تكون شويه السمك ديالها غليظ. غادي نحاولوا نشحروها في البانيني، اللي عنده آلة البانيني مزيان، اللي ما عندوش يستعمل غير المقله. غير هو ما تشحرش بزاف، تقريبا واحد دقيقه ولا يعني غير كتشوفوها هبطت صافي بارك عليها. صافي العجينه ديالنا هي هذه بعد ما خمرت. غادي نقسمها ل4 ديال الكريسات. داك القياس اللي درت تقريبا عطاني 4 ديال البيتزات وحده صغيره، بيتزات متوسطات ماشي كبار بزاف. صافي غادي غير نكوروهم غير شويه ونخليوهم حتى يرتاحوا. بطبيعه الحال غادي نرشوا شويه ديال الفرص باش ما يلصقوش ونغطيوهم ونخليوهم تقريبا واحد 10 دقائق هكا كافيه باش هاد العمليه هذه تسهل علينا اننا نقرصوهم بسهوله. كما كتشوفوا بعد ما ارتاحوا 10 دقائق غادي نحاولوا في الاول نقرصوهم غير بطحين الفرص. كما كتشوفوا راه عندي هنا الفرص وعندي الدقيق الحرش. غادي نديروا غير الفرص حتى كنقادوا البيتزا. اخر مرحله كنرشوا شويه الدقيق الحرش لتحت. هذا الدقيق يخلي هاد البيتزا كتطيب لنا مزيان في الفران، كتجي فيها ديك التحميره بحال ديال الفران ديال العواد. صافي غادي نعمرها بالفرماج في الجوانب. هذه الطريقه اختياريه ولكن نتمنى تجربوها لان حتى هي كتعطي واحد المذاق في البيتزا وكتعطي واحد المنظر زوين. صافي كنحاولوا دائما نرشوا شويه الطحين لتحت. وعندي هنايا صلصه البيتزا موجده حضرتها من قبل بطبيعه الحال بشويه ديال الزعتر والزيت البلديه. صافي غادي نوضعوا الخضر ديالنا اللي وجدنا، والفران ضروري ما يكون سخون مزيان، تقريبا ربع ساعه خليته كيسخن. هذا هو السر، هادو من اسرار اننا نحصلوا على واحد البيتزا اللي كنشوفوها في المطاعم. يعني هما عندهم واحد الافران خاصه ولكن تفضل نقدروا نحصلوا على نفس النتيجه. غير هو غادي تتبعوا هاد المراحل وانا متاكده ان هاد البيتزا غادي تعجبكم بزاف. غادي تسخنوا الفران كما قلت لكم. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب غادي تشوفوا معايا. عندي هنايا الصينيه اولا الطاوه اللي كتكون مع الفران سواء كان ديال الغاز اولا ديال الكهرباء، كنقلبها كما كتشوفوا وكنخليها في وسطو حتى كتسخن مزيان. عاد كنرميو البيتزا ديالنا. ودائما الحراره خصها تكون مرتفعه باش كطيب هذيك البيتزا طيب دغيا، ما كتبقاش تما حتى كتقصح. الا تبعتوا هاد الطريقه راه كتحصلوا على واحد النتيجه رائعه. صافي هنايا راه طيبتها تقريبا غير تحمرت لتحت وغادي نخرجوها نديروا لها شويه ديال الفرماج ونرجعوها. تقريبا ما كتاخذش بزاف الوقت لان ديجا راه الفران كيكون سخون. غير كندخلوها واحد 5 دقائق على ما يذوب الفرماج وكنخرجوها. وكنزينها باوراق الزعتر مجفف او طري، ولا بد من واحد الخويط ديال زيت الزيتون او الزيت البلديه كيعطيها واحد اللذه اكثر.
الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، والناس اللي اول مره غادي يدخلوا للقناه نتمنى ان شاء الله ان المحتوى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.